أول صورة لطبيب مستشفى سوهاج التعليمي بعد تعرضه للطعن على يد مرافق مريض. أصدرت نقابة أطباء سوهاج بيانا هاما لمتابعة الحادث المؤسف من التعدي الواقع على طبيب مقيم جراحة عامة بمستشفى سوهاج التعليمي، الذي تعرض إلى طعن أسفل الظهر بسلاح أبيض أثناء قيامه بعمله في نبطشية السهر أمس الثلاثاء 23 يوليو من مرافقين أحد الحالات. انتقل على أثرها إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بقسم جراحة المخ والأعصاب. وقام الدكتور نقيب أطباء سوهاج والدكتور مقرر اللجنة القانونية بالنقابة العامة بالانتقال إلى المستشفى الجامعي للإطمئنان على الطبيب فور وصوله إليها، ثم عمل محضر تعدي من خلال إدارة المستشفى التعليمي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حفظ حق الطبيب. يتابع مجلس نقابة أطباء سوهاج الإجراءات القانونية، وتم تكليف محامي النقابة بمتابعة التحقيق، ونتابع حالة الطبيب المصاب متمنين له الشفاء العاجل. ووجهت نقابة أطباء سوهاج السكر لإدارة مستشفى التعليمي على اتخاذها الإجراءات القانونية، ونشكر إدارة المستشفى الجامعي وأطباء المستشفى على المبذول لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للزميل، وجب التذكير بأهمية تأمين المستشفيات وتنفيذ عقوبات رادعة من منع تكرار هذه الحوادث المؤسفة في حق الأطباء جهودهم شأنها.